لسبب واحد بس. تعال بص على ليفربول كده، انت بتتكلم ان هو عنده خط هجوم فشيخ دلوقتي بقياده محمد صلاح، ويبقى عندك ايكيتيكي او ايزاك، حد فيهم هيلعب على التاني يعني. وبتتكلم في الناحيه التانيه جاكبو، صح كده؟ مين بديل بقى؟ مفيش. يعني داروين نونيز، وان كان في طبعا خلاف ابن لذينه على امكانياته مع ليفربول وعلى ادائه مع ليفربول، ولكن الراجل مشي. جوتا الله يرحمه خلاص، الراجل توفى. ولويس دياز انتقل لبايرن ميونخ. ما عندكش بره حد. خلاص، انت هيبقى عندك بره، يبقى عندك بره اللي هيقعد من ايزاج وايكيتيكي، واعتقد ايكيتيكي لازم يتقبل بشكل كبير ان هو هيكون بديل لالكسندر ايزاج. كمان عندك كيزا، والراجل مش معتمد عليه بشكل كبير يعني. كيزا برضو من اللعيبه اللي ما يعتمدش عليها قوي. وليفربول السنه دي داخل عايز ينافس، مش عايز يحصل معاه نفس اللي حصل معاه في فبراير اللي فات، ان هو مره واحده لقى نفسه خرج من دوري الابطال وخرج من الكاس، وما كانش بينافس غير مره واحده غير على الدوري فقط لا غير. يعني ليفربول عايز بقى المره دي يكون عنده دكه كويسه، عايز يكون عنده اكتر من بديل. عندك صلاح هيروح كاس الامم الافريقيه مع منتخب مصر في يناير، وما ادراك يعني ما كاس الامم الافريقيه يعني.